طيب، خلونا نبدأ. تصريح واحد، مجرد تصريح واحد من مستشار أمريكي، والمحللين بيقولوا إنه ممكن يقلب موازين نزاع عمره 50 سنة، وصفوه بإنه زلزال سياسي. ليش؟ هذا اللي راح نشوفه مع بعض. هل ستفتتح الولايات المتحدة قنصلية في الصحراء الغربية في الولاية الثانية للرئيس ترامب؟ اكيد ان شاء الله. هي هذه الصحراء المغربيه، يعني احنا مثل ما بنعرف انه الرئيس ترامب اكد على سياده المغرب على الصحراء، واكد على انه يكون هناك حل دائم لهذا الموضوع. وبتصور انه كلام. رح نتكلم عن التصريح اللي هز المنطقة، بعدها نشوف موضوع القنصلية الأمريكية، وبعدين وهذا الجزء المثير رح نكشف عن الحوار السري مع الجزائر. وطبعا بنشوف ازدواجية الخطاب اللي بتكلموا عنه والسياق الدولي لكل هذا، عشان نوصل في النهاية للسؤال الكبير: هل النزاع هذا قرب ينتهي؟ طيب، دائم لهذا الموضوع. وبتصور انه كلام جلالة الملك كان واضح جدا، يعني بخطابه الأخير يلي تطرق لهذا الموضوع وتطرق موضوع مباشرة. كل القصة بدأت من هنا، من مقابلة مع مسعد بولس، وهو مستشار كبير لدونالد ترامب. وهنا النقطة المهمة: المحللين في المصادر ما بيشوفوش كلامه على أنه مجرد رأي شخصي، لا، هم بيعتبروه مؤشر واضح جدا على السياسة اللي ممكن تتبعها الإدارة الأمريكية القادمة لو أيضا الشيء اللي بيتعلق بالجزائر. اضطر للعلاقة مع الجزائريين، مع الشعب الجزائري ومع الجزائر كدولة وكحكومة. كان تصريح تاريخي لجلالة الملك، وأكد أنه سوف يتم العمل على موضوع الصحراء لإيجاد حل يكون مرضي لجميع الأفريقيا، لأنه لازم أنه يكون حل دائم. ونحن بنعرف هناك استحقاق بعد أسبوعين. مجلس الأمن في عنده استحقاق، بده يصوت على البعثة الأممية وعلى الموضوع اللي بيتعلق بهيدي البعثة، الموضوع الأساسي يلي هو موضوع الصحراء. فنحن نعول على نبل جلالة الملك وعلى الموقف التاريخي يلي أصدره، وعلى التعاون مع جميع الأفريقيا، كانوا الجزائريين يلي نحن علاقتنا جيدة جدا معهم. وأنا قمت بزيارة مؤخرا للجزائر، وكان كان لقاء ممتاز جدا مع فخامة الرئيس، وخاصة بما يتعلق بهذا الموضوع. هن يريدون حل جذري وحل نهائي لهذا الموضوع، وأيضا يرحبون بإعادة تحسين العلاقات مع جيران المغربيين، ومع المغرب ومع الشعب المغربي ومع جلالة الملك والحكومة والدولة المغربية والشعب المغربي الشقيق. هن بالنهاية أشقاء وجيران، يعني بيجمعهم تاريخ واحد وعدد كبير من الأمور. فمن يعني من المرحب فيه جدا العمل اليوم، لأن احنا ما ننسى أنه خلال أيام هذا الصراع رح يصير عمره 50 سنة، فحان الوقت للحقيقة لحله. بدنا نتشكر أيضا شركائنا الأوروبيين. احنا عم نشتغل مع عدد كبير من الشركاء الأوروبيين بمقدمتهم فرنسا، ولكن أيضا مع عدد آخر، المملكة المتحدة وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهم. فنحن متفائلين جدا أكثر من أي وقت مضى أنه هذا الموضوع إن شاء الله ممكن يوصل. ركزوا معي في هالنقطة. لما سألوا المذيع عن الصحراء الغربية، بولس ما جاوبه بس، لا، هو قاطعه وصحح له المصطلح. قال: هذه هي الصحراء المغربية. المحللين بيقولوا إنه هذا التصحيح الصغير ما كان عفوي أبداً، كانت رسالة سياسية رمزية ومقصودة بقوة. طيب، موضوع القنصلية كان مهم، بس ما كان هو القنبلة الحقيقية. القنبلة كانت في الجزء الثاني من كلامه، لما بدأ يكشف عن تفاصيل حوار خاص وسري جدا، وهذا هو اللي بيعتبره المحللين الجزء الأخطر في المقابلة كلها. القصة أخذت منعطف مثير لما تكلم بولس عن زيارته الأخيرة للجزائر ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون،
هنا بدأت تطلع تفاصيل عن حوارات خلف الأبواب المغلقة واللي يقال إنها بتكشف الوجه الآخر للموقف الجزائري. وهذا هو جوهر الموضوع. بولس بيقول إنه لمس رغبة واضحة من النظام الجزائري لتحسين العلاقات مع المغرب. طبعا هذا الكلام يتناقض بشكل كامل 180 درجة مع الموقف الرسمي المعلن للجزائر. وهنا نوصل للنقطة المحورية اللي ركزوا عليها المحللين: ازدواجية الخطاب. شوفوا المقارنة هذه بتلخص كل شيء. في الخطاب الرسمي اللي نسمعه كلنا في عداء وتصعيد ودعم لجبهة البوليساريو، لكن حسب كلام بولس في الخطاب الخاص خلف الكواليس الكلام مختلف تماماً. في رغبة بالمصالحة، ترحيب بحل نهائي، وحتى طلب وساطة أمريكية للتقارب مع المغرب. هذا التناقض الصارخ هو سبب وصف الموضوع بأنه زلزال سياسي. طيب هذا التصريح ما جاء فجأة كذا من لا شيء. عشان نفهم الصورة الكاملة لازم نشوف السياق الأوسع، التوقيت واللاعبين الدوليين اللي في المشهد. التوقيت هنا مهم جدا. شوفوا التسلسل. مؤخرا كان في تصريحات لوزير الخارجية الروسي لافروف، بعدها مباشرة مقابلة بولس، وكل هذا قبل أسابيع قليلة بس من تصويت مجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة المونورسو في المنطقة. المحللين بيشوفوا هذا التسلسل وكأنه تحرك دولي منسق ومتسارع، كأنهم بيجهزوا لشيء ما. وفي رقم معين قاعد يتكرر كثير في كلام بولس وغيره من المسؤولين الدوليين، رقم 50 سنة. كأنه في رسالة واضحة إن بعد 50 سنة من هذا النزاع خلاص ما عاد فيه وقت ولازم نوصل لحل نهائي. والقصة ما هي بس أمريكية. المحللين بيأكدوا إن في تنسيق واضح بين كل القوى الكبرى هذه: أمريكا، روسيا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، وحتى الاتحاد الأوروبي. لما تشوف كل هؤلاء اللاعبين الكبار يتحركوا بنفس الاتجاه، هذا بيعطي إشارة قوية جدا إن الحل ممكن يكون أقرب من ما نتصور. طيب في النهاية إيش الخلاصة من كل هذا الكلام؟ المحللين في المصادر بيوصلون لأي نتيجة؟ التحليل بيقول إننا بنشوف استراتيجية واضحة ومدروسة. أولاً بولس أشاد بخطاب الملك المغربي اللي دعا فيه للحوار ووصفه بالتاريخي. ثانياً في إشارة واضحة إن أمريكا بتجهز لإطار حل دائم. ثالثاً موضوع القنصلية واللي وصفوه بأنه المسمار الأخير في نعش النزاع. كل هذا بيعطي تفاؤل كبير عند المعلقين بأننا فعلاً في المراحل الأخيرة. إذن المصادر اللي بين إيدينا بترسم صورة واضحة، صورة تقول إننا قد نكون أمام لحظة فارقة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه في النهاية: هل هذه فعلا بداية النهاية لنزاع استمر 50 سنة؟ أو مجرد جولة جديدة في صراع طويل ومعقد؟